بصوا بقى، واللي تعمل الجبنه القريش زينا نقول لها ايه بقى؟ نقول لها يا ست انا المهم بقى طريقه عمل الجبنه القريش الفلاحي يا جماعه. الجبنه القريش بتحب اللبن الطازه، يكون كده دافي، زي ما جابته كده البقره او الجاموسه اعزكم الله. ما يكونش اتحط في البراده او التلاجة. بتروبيه في طبق او سرفيز او طاجن ايا كان، بتسيبيه يومين كده في مكان دافي. بعد كده هتلاقيه تماسك، هتحطيه في التلاجة قيمة ساعة او ساعتين، بس القشطة تتماسك كده عشان تقدري تلفيها رول زي ما شفتي. بعد كده هتبداي تشيلي القشطه دي على جنب. عايزه تاكليها قشطه كليها زي ما هي، عايزه تعمليها زبده هتفضلي تربي فيها تربي فيها تربي فيها لما تلاقيها فصلت، كونت لك ميه وكونت قرص الزبده معاكي زي ما انت شايفه كده. الزبده دي بتسيحيها وبتكون السمنه على نار هاديه. بالنسبه للبن الرايب مش بتروحي بقى قلبيه على الحصيره كده مره واحده، لا، لازم تصفيه الاول. بنزل بيه كده في مصفى واسيبه يصفي الميه بتاعته تماما تماما، لان الميه دي هي اللي هتكون الماده الحافظه اللي هتحفظ لنا الجبنه بتاعتنا وهتديها طعم حلو. بعد كده اللبن لما تصفى معاكي هتنزلي بيه في الحصيره وتعلقيها في مسمار او تعليقه كده لمده ليله كامله. يعني عملناه الصبح بتبيتيه بتقطعيها بالليل، عملتيها المغربية بتقطعيها الصبح، تمام. بعد ما بتقطعيها بترشيها ملح وتسيبيها شوية تسرد ميتها وتتماسك. وبعد كده بتروحي نازلة بيها في المادة الحافظة بتاعتك اللي هي شرش اللبن الرايب.